من كام اسبوع بالظبط انا عملت مليون جنيه في 24 ساعه، وعملتها من خلال ان انا فتحت شركه جديده وقعدت اسوق للخدمه اللي جوه الشركه، والحمد لله عملنا مبيعات بتقريبا 20,000 دولار او اكتر كمان شويه. الفكره كلها ان الشركه دي عباره عن منصه تعليميه بتعلمك نظام معين. النظام ده مكون من 3 خطوات. لو انت طبقت ال3 خطوات دول على اي مهاره او اي حاجه في العالم، انت مضمون بنسبه 100% انك تعمل فلوس. احنا بقى في الحلقة دي عايزين نتكلم على فكرة الضمان 100%. ازاي حد ينفع يدي حد تاني ضمان بنسبة 100%؟ هل الموضوع ده صح ولا غلط؟ وليه انا اللي ضد الموضوع ده اصلا قلت في المنصة دي وفي الطريقة دي ان هي مضمونة بنسبة 100%؟ اهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست مصدر دخل، البودكاست اللي بيتكلم على كل ما هو متعلق بالبيرسونال فاينانس والفلوس وحالتك المادية. احنا في الحلقه دي زي ما قلت هنتكلم على موضوع الجارنتي ده. اولا تعالى نتكلم على الجارنتي في المطلق، بغض النظر جارنتي يعني ضمان لو ما تعرفش، بغض النظر عن الشركه بتاعتها هنتكلم عنه عامه. واحده من الحاجات اللي مشهوره جدا اللي انا شخصيا بشوفها في كل الناس اللي بتبيع كورسات بالذات بره وعندنا في الوطن العربي بقوا بيطبقوا ده، هي فكره ال 100% جارنتي، ضمان بنسبه 100%، ضمان للنتائج. هنا انا عايز اقول حاجه، ده رايي شخصي واعتقد لو سالت فيه، انا بس لسه ما سالتش، لو سالت فيه هطلع صح. فكره ان انت تدي حد ضمان بنسبه 100% لنتائج معينه ده شيء حرام. انا مش بقول ان هو غلط، انا بقول ان هو حرام. ليه حرام؟ لان مفيش اي حد يقدر يتنبأ المستقبل. فكره النتائج ده علم غيب. مفيش حد يقدر يتنبأ نتائج حتى لو في اسطمبة، يعني حتى لو المصنع مثلا ما يعمل اسطمبة وبيكرر الحاجة، انت ممكن لما تيجي تعمل القطعة دي يحصل خلل او ايرور فتضطر او المنتج يطلع يعني فيه حاجة غلط او كده. ففكرة الجارنتي عامة بالذات في الكورسات شيء غلط وحرام في وجهة نظري، بالذات لو هو كورس بيعلمك ازاي تعمل فلوس فبيقول لك انا بضمن لك بنسبة 100% ان انت هتعمل فلوس. الناس حورت شويه على موضوع الضمان ده وحولته بشكل مختلف. قالت له في حاله ان انت مثلا في 3 شهور او في 9 شهور ما عملتش فلوس هنرجع لك فلوسك. طبعا الموضوع هنا بيلعب على ايه؟ بيلعب على فكره ان بعد 9 شهور احنا اكيد هنمسك عليه حاجه غلط هو اللي عملها سبب انه ما عملش فلوس، او بعد 9 شهور هو فعليا هيكسل يطلب فلوسه تاني، او بعد 9 شهور ربنا هيوفقه ويكون عمل فلوس وهنقول شفتوا يا جماعه احنا صح اهو. فالناس برضو بتلعب على الحته دي، وده انا مش شايف يعني ده مش حرام، بس انا شايفه اخلاقيا مش ألذ حاجه. ما تضحكش على الراجل، لو انت اصلا مش عايز ترجع فلوس ما ترجعش فلوس، ما تديش اصلا ضمان، انت مش مسؤول او مطالب انك تدي ضمان. طيب اتكلمنا عن الحته دي مفيش مشكله، تعالى نتكلم بقى على الكور بتاع الحلقه. هو انا ليه بعمل حلقه على الحته دي؟ لا انا ما بعملش حلقه على الحته دي، احنا عايزين نتكلم على الكور. طب انا طالما انا ضد الموضوع ده وشايف انه غلط كده، هو انا ليه اديت ضمان بنسبه 100% للسيستم بتاعي؟ هنا بقى تيجي المعضله بقى. انا بقول ان السيستم بتاعي مضمون بنسبه 100% لو انت طبقته صح. ليه لو انت طبقته صح؟ ما انت اوائل قلت ان لو المصنع طبق صح ممكن يحصل خلل ومش عارف ايه، فهو والراجل اللي طبق كل حاجه صح. طب ليه انا هنا الموضوع اختلف؟ لان السيستم اللي انا بشرحه في المنصه دي او في المطلق يعني في البلاتفورم الجديده دي، هو مش سيستم احنا مخترعينه، ولا سيستم الرجال بتاع البيزنس وهم بيعملوا العلم او بيكتبوا كتب لقوه، او حاجه متكرره لاحظناها. لا، هو نمط كوني، هو آية كونية ربنا سبحانه وتعالى خلقها في الكون. الفلوس شيء أساسي في الكون. قبل ما احنا نخترع الفلوس بتاعتنا كانت الناس برضو بتعمل زي تريدنج أو تقايض، برضو بيستخدموا حاجة مختلفة. الحاجة دي كانت في زمانهم هي اللي بترمز للفلوس. دايما كان في موضوع الفلوس ده بس بأشكال كتير مختلفة. فربنا سبحانه وتعالى خالق فكرة الفلوس اللي هي الميديم اللي ما بين شخصين عشان يعرفوا يتداولوا او يتريدوا او يعني يتقايدوا حاجه قصاد حاجه. ده شيء طبيعي جدا، وده فكره ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لتعارفوا، ان احنا تعريف يعني بنعمر الكون، فلتعارفوا دي فكرتها ان مجتمع ومجتمع تاني بيتقابلوا بيتعرفوا بيتريدوا بيتاجروا، الكلام ده كله حلو حلو. فربنا سبحانه وتعالى لما خلق لنا موضوع الفلوس ده الميديم ده، خلق له نظام نفسه، يعني خلق له زي لوز او قوانين زي قوانين الفيزياء كده، خلق قوانين للظاهرة دي. فهو فعليا اللي انا عملته في الكورس ان انا بعد والله العظيم سنين، يعني ممكن يكون سنتين مثلا، من ان انا بحاول الاقي المعادلة دي، الاقي السيستم النظام الكوني اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه ده، بعد ما يعني بدعي ان انا عرفته يعني،
هو ده فعليا السيستم اللي احنا بندرسه في المنصه. فهو سيستم ربنا سبحانه وتعالى خلقه علشان يعمل فلوس. التيتا هنا او التركه هنا ان انت اولا لازم تطبق السيستم ده صح، وثانيا لازم ما تربطش حته السعي بحته الفلوس. يعني مش لو طبقنا السيستم اكيد هنوصل للفلوس لان السعي بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ولكن السيستم نفسه هي الطريقه الوحيده في الكون كله عشان تعمل فلوس. فلو احنا مثلا رحنا لمحل تحت بيتك، كشك تحت بيتك، ورحنا مثلا لواحد في الشارع متسول بيبيع مناديل او بيبيع حاجه حلو، ورحنا لشركه ابل لاكبر شركه تك في العالم، ورحنا لشركه في الصين، ورحنا لتاجر في المطريه مش عارف ايه، الناس دي كلها بالكامل بتستخدم نفس السيستم. لو رحنا اليوتيوبر بينزل محتوى بيستخدم نفس السيستم، لو رحنا لواحد بينزل كورسات بيستخدم نفس السيستم، وهكذا. فالسيستم هو موحد. طب تعالى بقى نخش في التفاصيل. ايه هي الثلاث خطوات بتاعت السيستم ده؟ انا لازم اشرحه لك علشان تفهم ليه هو مضمون بنسبه 100%. وخلي بالك انا لما اشرحه دلوقتي انا عارف انت هتقول لي يا وائل الكلام ده بديهي جدا، انت ما اخترعتش حاجه، انت ما لقيتش حاجه، انت ليه قعدت سنتين في الموضوع ده؟ صدقني كلام بديهي بس محدش بينفذه، والناس اللي بتنفذه هي اللي بتعمل فلوس، والناس اللي بتحاول تعمل فلوس وما بتعرفش في الاغلب هي مخيشه في واحده بالثلاث خطوات دول. فعشان كده عايزك تركز معايا لو انت لسه ما عملتش فلوس، ولو انت بتعمل فلوس باي شكل من الاشكال شوف هل السيستم ده بينطبق عليك ولا لا. اوعدك هو بينطبق عليك. اول خطوه في السيستم ده اسمها الفاليو، تاني خطوه اسمها الباكج، تالت خطوه اسمها الماركتنج. اول خطوه الفاليو حاجه بسيطه جدا. انت علشان تطلب فلوس من الناس محتاج تديهم حاجه في المقابل. الفاليو هي الحاجه دي، القيمه اللي انت هتديها في المقابل. اتكلمت قبل كده كتير وفي اللايفات اللي عملتها ان القيمه ممكن تكون برودكت، ممكن تكون منتج ملموس، ممكن تكون سيرفيس اللي هي خدمه بتقدمها او مهاره بتقدمها، وممكن تكون حاجه اسمها نوليدج اللي هو علم، يعني بدي كورس، بدي استشاره، بدي حاجه معلومات جوه دماغي بديها لك بشكل معين. فهي عامه كل حاجه في العالم بتندرج تحت الثلاثه دول، مش مفيش اي حاجه رابعه. فالفاليو هي انك تعرف الحاجه اللي انت هتقدمها للناس. بمجرد ان انت عرفت ايه الحاجه اللي عندك انت، الحاجه اللي مش عند الناس او الحاجه اللي الناس عايزاها وموجوده عندك، بنخش على تاني خطوه في السيستم وهي الباكجينج. هل انا النهارده مثلا لو عندي كورس معين، عندي معلومات عن الفريلانسنج عامه، هل انا ممكن المعلومات دي ابيعها بصيغه مكالمه على التليفون؟ لا، ما حدش هيشتري. طب هل ممكن ابيعها بصيغه من غير اوتلاين، من غير منهج، يعني ممكن اتكلم وخلاص كده واللي يحصل يحصل؟ ما ينفعش. هل ابيعها بصيغه فويس نوتس؟ ما ينفعش. فينفع ابيعها بصيغه ايه؟ ينفع ابيعها بصيغه كورس. الكورس ده عنده اوتلاين، الكورس ده انا مقسمه زي حلقات او فيديوهات او توبكس او تشابترز او كده، لازم يتباع بالشكل ده. واحنا خلاص بقينا منطقيا لما يبقى في معلومه بنقسمها بالشكل ده لان ده المنطق في الزمن اللي احنا فيه. فاللي انا عايز اوصله لك ان الشكل اللي انا عملته ده هو الباكج. لما الناس دلوقتي بتيجي تصنع اي منتج وليكن المنتج ده، فالازازه دي نفسها هي دي باكجينج، وهي جت في علبه بشكل معين كان ده الباكج بتاعها. ومش بس كده، لما رحت اشتريتها مثلا من المحل كان عليها اوفر، كان عليها تخفيض، فالاوفر ده نوع من الباكج. مش بس كده، هو انا رحت اشتريتها مثلا من محل، ففي محل، في واجهه، في مكان بيتباع فيه، فالمنتجات بيعملوا لها موضوع الباكجينج ده، وهي واضحه جدا في المنتجات لان هي ملموسه. انما لما نيجي نبيع مهاره، انا كفريلانسر برضو بعمل لها باكجينج، بدي اوفر حلو، بقول للراجل انا مثلا انا ككوبي رايتر بكتب ال1000 كلمه مثلا ب$10، بس ال2000 كلمه ب15 مش ب20. ليه؟ اوفر يا سيدي. ما هو ده نوع من انواع الباكج. ما انا بعمل بورتفوليو، ما انا بعمل ويب سايت لنفسي علشان العميل يشوفني، ما هو ده نوع من انواع الباكج اللي هو ببين فيه نفسي، ببين فيه حلاوه الشغل بتاعي. فده السيرفيس بيعملها. والكورسات طبعا نفس الفكره بالظبط. افتح اللينك بتاع ماني ميثود هحطه لك تحت في الديسكربشن، الصفحه دي كلها باكجينج. والمنصه لما تخشها وتلاقي قنوات وتلاقي كورسات وتلاقي الحاجات متقسمه، ما هو ده باكج. لان انا ما ينفعش اديك يلا معلومات اهي، يلا خد ورق شويه ورق يلا سلام عليكم، لا، لازم يبقى في شكل معين. فالباكجينج هي الطريقه اللي بنبلور بيها الفاليو بتاعنا، بن بشكل علشان يعجب العميل، عشان العميل يدفع فيه فلوس وياخده. فالباكجينج طبعا شيء مهم جدا، واعتقد 99% من الناس بتفشل في حته الباكج، و99% من الناس اللي ما بداوش ما عندهمش اصلا فاليو، هم مش عارفين ايه المهاره اللي يقدموها. ونخش على ثالث خطوه. لو انت عارف المهاره بتاعتك وبروزتها صح، تسويق. انا عايز اوصل لعملاء، فانا محتاج اسوق للناس. بسوق لهم ازاي؟ يا ترى بنزل محتوى، يا ترى بعمل ميديا باينج، يا ترى بروح اصرخ في الشارع، يا ترى بعمل اعلان بالبورد في الدائري. في طرق كتيره جدا مختلفه، بس دي حاجه بديهيه جدا، محتاجين نسوق للحاجه بتاعتنا علشان نعرف نوصل للعملاء. 3 خطوات دول اوعدك لما نجيب المثال مثلا بتاع محل العصير اللي تحت بيتك. محل العصير اللي تحت بيتك الفاليو هو العصير، الفاكهه اللي هو بيحولها لعصير طعمه حلو. الباكجينج هي الكوبايه مع المحل مع التسعيره مع المنيو مع الاوفر مع القعده.
والماركتنج اللي في الاخر تلاقيه بقى عامل صفحه على الفيسبوك، صفحه على الانستجرام، حاطط اعلان كده في الشارع في مش عارف ايه وهكذا. حلو حلو. الراجل اللي بيشحت تحت بيتك مش بيشحت بس، هو بيبيع مثلا مناديل او كده. فالراجل ده بيعمل ايه؟ والله جاب الفاليو هي المناديل، الناس محتاجه مناديل. عمل الباكجينج طبعا في حالته باكجينج اللي هو نفس باكج المنتج نفسه، او باكجينج اللي هو يا جماعه انا محتاج، فلابس لبس بقى ان هو طبعا يعني مش قصدي ان هو بينصب يعني، ما تاخدنيش غلط، انا بس بقول ان هو كشحاته دي باكج الشحاته يعني. والماركتنج بتاعه ان هو رايح لاكتر تقاطع زحمه، او اكتر اشاره هو عارف ان هي بتقعد كتير قوي قافله. ده ذكاء، ده ذكاء. الراجل ده فاهم بيزنس، هو مش فاهم انه فاهم بيزنس، هو فاهم بيزنس، هو شاطر. فده برضو الراجل ده. شركه ابل نفس الحاجه بالظبط، هي بتجيب لك الفاليو بتاعها مش موبايل، الفاليو بتاعها هي التك، او التك اللي عنده يو اي جامد قوي، فده الفاليو بتاعها. الباكجينج بقى بيبقى في صيغه الموبايل، بيبقى في صيغه الكلين ديزاين، بيبقى في صيغه ان احنا كبرنا السكرين، بيبقى صيغه ميني ماك ومش عارف ايه شويه الكلام ده. والماركتنج طبعا كلنا بنشوف اللي بيعملوه كل سنه في شهر سبتمبر، الايفنت ده بيروحوا الانفلونسرز يوزعوا لهم موبايلات يعملوا ريفيوز والكلام ده كله، فكله بيعمل ماركتنج. لو مسكت اي حاجه في الدنيا بتعمل فلوس هتلاقي ان فيها الثلاث خطوات دول. ولو انت بتعمل فلوس من حاجه، انا عايزك دلوقتي تقسم الحاجه دي للثلاث خطوات بتوعك وتكتبهم في الكومنتات، علشان نفتح افاق الناس كلها اللي بتتفرج على الحلقه دي، والناس تشوف. يمكن حد عنده نفس المهاره بتاعتك ومش عارف ازاي يبلورها او يباكجها او يماركت لها وهكذا. فهي دي ده السيستم. فالسيستم زي ما قلت لك شكله بديهي. ليه؟ يعني انت بتقول لي يا وائل هات حاجه عايز تبيعها وروح قفلها كويس، نظفها وروح بيعها، يعني انت كده علمتني ايه؟ صح. بس عندي سؤال، هل في اي حاجه في الدنيا بتعمل فلوس ما بتعديش في ده؟ هل من ايام سيدنا ادم لما كانوا بيعملوا اي تريدنج، يعني لو مثلا ايام سيدنا ادم كانوا مجتمع واحد في الارض كله اللي هم العيله دي، بعديها انشقوا وبقى في مجتمعين في الارض مثلا. المجتمع ده معاه مثلا بيزرعوا مثلا اي حاجه، بيزرعوا خضار، والمجتمع التاني ده عندهم ميه. فالمجتمع اللي بيزرع محتاج ميه ليه؟ عشان يشربوا، عشان يعرفوا يزرعوا. ودول زرعوا، فدول ما عندهمش الارض بتاعتهم ما بتزرعش، فعايزين خضار. فراحوا اتقابلوا، ده معاه الخضار وده معاه الميه. طيب الفاليو ايه؟ خضار وميه. الباكجينج ايه؟ هو الميه دي ما اداهالهاش في ايده كده، لا، ما هو اداها له في علبه مش عارف ايه، او اداها له مثلا قال له بشكل طب بص احنا هنديكوا 20% من البير بتاعنا كل يومين في الاسبوع. ممكن يدوها بالشكل ده مش مشكله، بس دي الباكج، ده الاوفر اللي احنا عملناه. والراجل التاني الخضار اكيد اداهوله في شكاره مثلا، اداهوله في كيس مش عارف ايه، اداهوله قال له بدل ما البسله جوه البتاع طلعنا البسله ليك يا عم، فليناها ليك يا عم، ايه المشكله، خرطنا لك الملوخيه، حاجه بالشكل ده. واللي في الاخر الماركتنج، انه طبعا هنا كان في سبلاي اند ديماند، ما كانش محتاج ماركتنج، بس الماركتنج ان هم اتقابلوا في حته معينه، ودي مع الوقت بقى اسمها السوق بتاع التجاره، الناس بتروح هناك علشان تتاجر، فده الماركتنج. رحنا الماركت نفسه عشان نبيع. زمان كانت دي الطريقه اللي موجوده، وكان زمان بيقفوا على الحاجه ويقول لك تعالى بقى شوف التمر بتاع يثرب اللي مش عارف ايه، هو ده تسويق، وده عادي، ده احنا بنعمله النهارده على بوست على انستجرام عادي جدا، ما فيش اي حاجه اختلفت. طيب تعالى بقى نختم الحلقه دي بشيء مهم قوي. لو انت النهارده بتحاول تعمل فلوس باي وسيله موجوده في الدنيا وحاولت كتير وما عرفتش، الحاجة اللي انت لازم تعملها دلوقتي ان انت تقسم فكرتك للثلاث خطوات دول، وتشوف الغلطة بتاعتك فين. لو انت بتحاول تعمل فلوس من مجال والمجال ده ما بيشتغلش، ده معناها ان في واحدة من الثلاث خطوات دول انت بتعملها غلط. يا اما انت ما عندكش فاليو اصلا، انت بتبيع هوا، او انت بتبيع حاجة الناس مش محتاجاها كمثال، انت فاكرها مهمة وهي مش مهمة. يا اما انت معاك الفاليو الحقيقي بس انت مش عارف تباكجه صح، مش عارف تسعره صح، مش عارف تبيعه فين، مش عارف تخلي شكله ازاي وهو بيتباع. او تالت حاجة، انت معاك كل حاجة بس مش عارف تسوق للحاجة بتاعتك. فلو انت يعني، وهندي مثال لكل واحد دلوقتي عشان نختم، لو انت عندك مشكلة في البيزنس بتاعك في الفلوس، يبقى في واحدة من الثلاثة دول واقعين منك، انت محتاج تلاقي المشكلة فين. المثال سريعا جدا، ان انا مثلا والله قررت ان انا هعمل كورس. الكورس ده ايه؟ الكورس ده بيعلم الناس ازاي يهووا البيت بتاعهم، لان انا بهوي البيت بتاعي كل يوم جمعة وبحس ان ده فعلا صحي للبيت، فانا هعمل كورس بيعلم الناس الموضوع ده. محدش اشترى الكورس. يا ترى ايه المشكله؟ ده الكورس حلو قوي، ده انا مصوره بكاميرا حلوه جدا، ده سعره خطير، هو ليه محدش بيشتريه؟ ده انا عملت اعلانات بالهبل. لان مفيش فاليو، مفيش مشكله اصلا يعني، يعني مش فكره ان الحل سهل، لا، يمكن عندي حلول مختلفه بس هي مش مشكله كبيره قوي كده. فدي عشان كده انا فشلت في الفاليو. طب لا، انا عندي كورس حلو جدا، عندي هعلم الناس ازاي يعملوا فلوس، فكره هايله، بس المشكله ايه؟ ان انا بعلمهم
اللمبه فصلت مش مشكله. ان انا بعلمهم بطريقه ان انا نتقابل مره كل 3 سنين، وكل 3 سنين ان شاء الله هنتقابل ساعه بالظبط نتكلم فيها انت عملت ايه في ال3 سنين دول. محدش هيشتري. او عملتها زي ما قلت لك على التليفون، هي 6 مرات في الاسبوع مش مشكله، كل ما يوم ساعه على التليفون، الو ايه الاخبار. غالبا محدش هيشتري، محدش مهتم. او على واتساب تكستنج، محدش هيهتم. فالباكجينج نفسه كان غلط. التسويق صح، وصل يا جماعه انا هعلمكم ازاي تعمل فلوس، الناس كلها جت. مين هنا بقى يلا فاضي ال3 سنين الجايين؟ الناس كلها مشيت. فالباكجينج كان غلط. او حتى التسعيره غلط. يا جماعه انا هعلمكم ازاي تعملوا فلوس، حلو قوي، جالي ناس معهاش فلوس، تمام، عايز تعمل فلوس ادفع لي $60,000. الناس كلها هتمشي تاني عادي، ما لان التسعيره كانت غلط، وهكذا. واخر حاجه، لا يا عم انا الباكج صح والكورس صح الفاليو نفسه صح، المشكله في التسويق. انا رايح لاوضه فيها ناس اغنياء جدا وبقول لهم يا جماعه اللي عايز يعمل فلوس يجي لي هنا، محدش جه. قلت مش مشكله، النهارده انا رحت الاوضه دي تاني يوم ناس تانية مختلفه، يا جماعه دي الاوضه دي عباره عن كلاب باغنى ناس في العالم. يا جماعه انا ببيع كورس بيعمل فلوس. يا ابني انت واقف في المكان غلط، او انت اصلا قافل المحل عليك والباب عازل للصوت، وعمال تكلم الناس يا جماعه تعالوا يلا مش عارف ايه، محدش سامعك اصلا. فانت بتسوق غلط، مش بتنزل محتوى، بتنزل محتوى وحش وانت فاكر انه حلو، بتعمل ميديا باينج وانت اصلا ما بتعرفش تعمله، وهكذا. فلو انت عندك مشكله في البيزنس بتاعك او في الطريقه بتعمل بيها فلوس، حتى لو كانت مهاره او فريلانسنج، ففي مشكله في ال3 بيلرز دول. وبس كده يا سيدي، اتمنى تكون فهمت اللي احنا بنحاول نطلع بيه من الحلقه. في الحلقه دي سريعا اتكلمنا على فكره الجارنتي، ليه هو غلط وليه انا عامل جارنتي هنا، وشرحت لك السيستم اللي احنا فعليا بنطرحه في المنصه. لو انت حابب تشترك في المنصه هحط لك الرابط بتاعها تحت. يعني الحمد لله ناس كتير دخلوا واستفادوا، واكتشفنا ان فعلا الحمد لله السيستم شغال، ان احنا جربناه على ناس قبل ما نطلع المنصه، وبنسبه 100% الناس دي فعلا الحمد لله عملوا فلوس. فدي فرصه ليك برضو ان انت تشترك. شكرا جدا انك جيت معانا. يا ريت لو عندك اي فكره حلقه معينه اكتبها في الكومنتات تحت، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم في الحلقه اللي جايه.